السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. حبيت النهارده بقى أشارك معاكم طريقتنا في عمل البامية. يلا بينا نعمل البامية اللي احنا خزناها مع بعض. شوفوا عملناها ازاي. بقى دي الزينة اللي أنا عملتها لرمضان، وحطيت كده ورق حراري كده، حطيته على حطيت كده على البوتاجاز، بس حطيت عليه لزق عشان يبقى سهل في الشيل. هجيب بقى الحلة، احط فيها شوية من الزيت. بعد كده انا عاملة بصلتين كده بقطعهم في الكبة، هنزل بيهم كده هنا. بصي مبحبش اقطعها صغيرة قوي، بحب البصل يبقى كبير شوية في البامية زي ما انتم شايفين كده. البصل هنا انا هديله تشويحة، انا مش هقليه، انا هديله تشويحة كده. هتشوحي البصل. انا كان عندي لحمة مسلوقة كده وكانت فيها دهون، يعني حطيت كده الدهون بتاعت اللحمة. لو عندك دهنة ولا حاجة حطيها، بتديها طعم حلو. هشوحها كده الدهنة مع اللحمة، يعني بص الدهون دي هتديها بص لون كده حلو، وبتدي طعم حلو قوي للبامية. ونزلت كده دي راس توم كده كنت مفصصاها. هبدأ كده اشوحها كده مع البصل، انا بديله بس تشويحة كده. التشويحة دي بتديها طعم حلو قوي، مش بقليه ولا حاجة، لا تشويحة. احط شوية من الفلفل وشوية من بهارات اللحمة، واشوح برضو كده لحد ما البصلة كده تحس انها اصفرت. البامية من الاكلات السهلة جدا، يعني متاخدش وقت كده في العمايل، واحنا مضغوطين كده في رمضان، يعني نطلع اي اكلة سريعة نعملها. بعد كده جبت الطماطم اللي انا كنت مسبكاها معاكم، انزل بيها كده، قلبتها كويس كده واسيبها بقى تاخد غلوه كده. وهجيب الباميه ما تكونيش فكاها، يعني تطلع من الفريزر تحطيها على الطماطم على طول، متسيبهاش تفك عشان ما تسمرش منك. هي فيها التلج كده، بننزل بيها كده واسيبها تفك كده في الطماطم. انا بحاول اسرع من طيابها، لان احنا كنت بقى عامله الاكل ده كانت الساعه 4 وكنت مستعجله. يعني بحاول انجز في الاكل وكده. انتوا شايفين كده. هزودها شويه من الشوربه كده، عشان يعني الطماطم حسيتها شويه صغيرين، فهزودها شويه شوربه. الشوربه بتديها طعم حلو، ما زودتهاش ميه، زودتها شوربه. الشوربه هنا سخنه، متحطيش الشوربه بارده. واسيبها تفك كده. فككتها كده بالمعلقه. انتي لو سبتيها وغطيتيها هتفك يعني، بس انا كنت بحاول اسرع في طيابها يعني. زي ما انتوا شايفين كده، الباميه بتطيب على نار هاديه، متعليش عليها النار، بتهدي لها النار كده لما تيجي تطيب. بصوا كده هديت لها النار، وهنا فكت اهي. قطعت كده الشطه، هبدا احطها واقلبها عليها، وهبدا اغطيها كده واسيبها تطيب مع بعضها كده. انا بس رحت اجيب الملح كده عشان كنت حطيت ملح. حطيت لها الملح بقى واسيبها تطيب على النار هاديه كده. وهنعمل بقى جنبها ايه. جبت كده شويه بطاطس قطعتهم، يعني ما سلقتهاش ولا حاجه، ممكن تسلقيها وبعدين تحمريها، لا انا قطعتها كده شرايح مش رفيعه. وهبدا احمرها، هي بتاخد وقت شويه عن الصوابع، بس يبقى طعمها حلو، قلت اعمل لهم تغيير كده. احطها كلها واسيبها تحمر كده على مهلها. وهعمل معاها بقى، اوريكم هعمل ايه كمان. دايما بقى عودي نفسك وانتي بتعملي اي عمل تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايزين دايما نذكر الله، وسبحان الله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله. نستغفر الله العظيم كل ذنب عظيم واتوب اليه. حمرت البطاطس، كنت مقطعه شويه بتنجان كده وهرش عليهم ملح، واول البطاطس خلصت شرفت الملح عليهم، وهبدا احمر البتنجان. دي البطاطس اهي بعد ما اتحمرت، وده البتنجان اهو بعد ما حمرته. ده شكل بقى الاكل بتاعنا. عملت الباميه اهي، بس ما شاء الله شكلها جميل. وقطعت على البتنجان كده طماطم وشطه وتوم، وحطيت طبعا ملح وكمون، وده شكله كده، ده بحبه جدا البتنجان ده. وعملت لهم عصير برتقال، وطبعا طبق السلطه. وعملت لهم كمان بتنجانه مشويه كده بابا غنوج. وده فطارنا النهارده. اتمنى يكون اكلنا عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعايه الله وامنه، واقول لكم بقى مع السلامه.